علي الشيخ، شلون تطاق قلبك تبيع دم شهداء الحشد ودم الشهداء اللي ضحوا بسبيل العراق ونسيتهم بكل هاي السرعه؟ من كل عقلك انا ابيع دم شهداء الحشد الشعبي؟ انا من قصه شهداء الحشد الشعبي والكل يشهد. زين، شنو قصه هذا المهرجان اللي طلعت فيه وتمجد لاحد الشخصيات السياسيه؟ طبعا هذا المهرجان قديم جدا، ما اعرف ليش هسه انعاد بفاتحتي وبكسرتي. هذا المهرجان هو دعايه انتخابيه لحزب تقدم برعايه محمد الحلبوسي وذكر الشهداء، شهداء لواء 54. شنو الفتنه؟ قمنا نغار يا عم، الله وكيلك ماكو هيك اعمار. نعم، قصة الحلبوسي فقط بالإعمار، لأن أهالمحافظة يشهدون له الكبير قبل الصغير بالإعمار. ومحمد فزع ويا الرصاص الحار، شنو قصده؟ نعم، أنا بالبداية من قلت الحلبوسي أقصد فقط بالإعمار، محمد الحلبوسي أقصد بها. بعدها صارت انتقالة شعرية، ومحمد الشعراء يعرفون الانتقالة الشعرية، ومحمد فزع ويا الرصاص الحار أقصد بها الشهيد محمد العيساوي. أرجع وأكرر، لواء 54 لواء البعيفان التابع لهيئة الحشد الشعبي. منو اللي يثبت انه هذا كلامك اللي جاي تقوله للجمهور كلام صحيح؟ قيادات الحشد الشعبي كانت موجودة، وبالأخص لواء البعيفان كان موجود، قياداته موجودة. وقريت للشهداء العراق وشهداء الحشد الشعبي أكثر من 5-6 مرات، وقبل لا أقرأ القصيدة قلت لهم توقفون دقيقة صمت قراءة سورة فاتحة لشهداء العراق.